بصوا كده يا جماعه. بصوا لا لا يا حبيبي. بصوا جماعه، بص يا عم شندويلي، لوك الحته دي كده بالراحه يا عم شندويلي، الناس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالوا النهارده نعمل مع بعض فطير المورق بتاع الفران، حاجه جميله قوي، مش مكلف، ما بياخدش وقت ومش صعب خالص. هنعمله في ثواني وهنعمل كميه حلوه من كيلو واحد دقيق. هنعمل كميه جميله جدا زي ما انتم شايفين كده. تعالوا الاول نشوف احنا معانا ايه. اول حاجه هنجيب بوله، معانا هنا بوله ومعانا كوبايتين ميه. بصوا كده، كوبايتين ميه كبار، ومعانا هنا يا حبايبي ده نص كوبايه سكر هنفضيها عليها، ودي نص معلقه شاي ملح هنفضيها برضو في الميه، وهنقلبهم كويس. ندوبهم خالص، لان هي دي الميه اللي احنا هنشتغل بيها. بصوا كده دوبنا الميه والسكر والملح كله. دلوقتي بعد المرحله دي كده معانا كيلو دقيق. طب يا عم الحاج، في يا عم الحاج؟ السلام عليكم. رايح فين يابا؟ ايه يا حبيبي؟ ايه ده انت بتعمل ايه؟ هو ده مش سرير؟ يا عم ارجع بس عشان انا عايز انام. تنام فين بس يا حاج؟ رجع نام. يا نهار اسود، ايه ده؟ يا حاج افهم، انا بس بصور. ثواني بتصور ايه يا حبيبي؟ فين؟ ثواني بس عشان الحاجه وراك هتقع. حاجه وراك فين؟ الله يخليك، الله يخليك. عطشان يا حاج، بتعمل ايه؟ الله يسامحك. سويت يعني كده خلاص. صلى على النبي. سوي ويا عم الحاج بقى. الله، انت بتضرب يا عم شندويل، انت قلت حاجه اقعد معاك هنا واتفرج، ما تتدخلش. مش ده سرير يا حبيبي؟ يا حبيبي مش سرير، اقعد بقى خلينا خلص بقى عشان اصور. الله، عايز اعمل مساج. خلاص يا عم الحاج. مش ده الزيت؟ لا ده مش زيت مساج ايه بس يا حاج. طب اهدى شويه. ايه يا ابني انت كارهني ليه؟ معلش اهدى. مش كات يعني حبتي. هطلعك بره. هنام نص ساعه بس. لا ما تنامش، خلاص بقى. ده السرير حلو يا عم خلينا خلص بقى. ماشي براحتك، والله انت اللي خسران. لا مؤاخذة يا جماعة اللي حصل ده. ودلوقتي معانا كيلو دقيق هنفضيه على المية والسكر والملح، ونبدأ نعجنه كويس. تقدر تعجنه على عجانة، تقدر تعجنه على ايدك عادي خالص. لو عجنتيه على ايدك مفيش اي مشكلة. حلوه الوردة دي. وردة ايه؟ بتجيبها لديب. وردة ايه؟ هاتها لديب. يا حاج شندويلي بالله عليك، انت قلت لي هتفرج وانا ساكت، حصل ولا مش حصل؟ ساكت اهو. طب خلاص اتفرج وانت ساكت. انت عايز تعرف انا بعمل ايه؟ طب ثواني خالص. انت الميه اللي انت شربتها دي المفروض ان انا كنت هعجن بيها. ثواني بقى عشان ايه اصلح اللي انت عملته. يعني دي مش بيبس؟ لا مش بيبس. يعني انت ما خدتش بالك انه مش بيبس؟ انا فكرتها بيبس. لا مش بيبس. امال حاططها على السرير ليه؟ سرير ايه يا حاج؟ ده رخامه. فين السرير في الموضوع؟ انت اول مره اشوف رخامه شكلها كده؟ انا بشوف رمله وطينه. لا دي مش رمله ولا طين، انا بعجن. بس ثواني بقى عشان العجين ما يبصش مني. ثواني. ودلوقتي يا جماعه دي ميه مكان اللي عم شندويلي شربها. انا حطيت كوبايتين، والكوبايه الثالثه دي احنا دلوقتي هنظبط بيها العجين. هحط نص الكوبايه وشويه مثلا. بس كفايه. طيب حاضر كفايه. حط. لا استنى عشان ما تبصش العجين يا عم شندويلي. مش انت بتتعلم؟ مش عايز تتعلم؟ خلاص ما تلمسش. عشان اطبخ لمدين. طب اتفرج بعينيك بس، انا متعمد احط الميه على كذا مرحله عشان ادي عرق للعجين. انا عاوز العجين ليه عرق. قال لي بالرز حلو. ده مش رز يا عم شندويلي، ده دقيق وميه وسكر وملح. دقيق وايه؟ وميه وسكر ورز وملح. مش فيش رز في الموضوع. رز ايه بس؟ ايه اللي جاب الرز هنا؟ حلو. بنعجن العجين كويس حوالي 5 دقايق كده. لا شيل ايدك. اتفرج وانت ساكت. مالها ايدي يا حبيبي؟ لا بتتفرج على ايدي. لا ما ده حاجه اكل ما ينفعش. ده ايدي شندويلي. بص انا لابس ايه في ايديا وانا بعمل ده عشان انت شفتف. انما انا شندويلي. عشان انا ايه؟ شفتف. يعني شفتف. يعني شيف. شفت تطبخ يعني. والله انت عسل يا عم شندويلي.
وانت حبيبي. انت اللي حبيبي. انا هجوزك دين. انت عرفت منين ان انا حصلت؟ انا بعرف كل حاجه. ماشي يا عم. مش في حاجه مش بعرفها. ماشي. عملت فطير قبل كده؟ يوه. هات اعمل لك. لا استنى. هعمل لك فطير. احنا اتفقنا على ايه؟ خلاص عشان اهو. ما اخليكش تطلع بره. اشرب بيبس طيب. اشرب بس انا خلصت اصلا مش عاوز. بس بالراحه عشان ما توقعش على الرخام. شكرا يا حبيبي. العفو. اجيب لك ميه تاني؟ لا نزل في فرح بنتك ان شاء الله. عندك بنت؟ عندي بنت. حلوه؟ حلو بس خد بالك عشان دهنك بتنزل الميه. اهو بعيد. بص كده على العجين. حلو. هنشيل العجينه من هنا نحطها على الرخام. بصوا كده هنكمل عجينها على الرخام اهو. انا عاوز العجين بتاعنا يرتاح يبقى حاجه كده جميله كده. انا عايز اطبخ. ما احنا بنطبخ اهو. اطبخ معاه. ما اتفرج عليه الاول. انا هخليك ايه رايك اخليك تدوق. لا انا عايز اوري الجمهور والشندويلي بيطبخوا له. تلبس جوانتي وتيجي تطبخ. تعال. ده اسمه ايه؟ ده جاكيتا؟ راح اجيب لك جوانتي. ده عجين. لا الجاكيتا اللي انت لابسها. ده جوانتي كلابس. كلاب؟ جوانتي. كلبز؟ لا مش كلبز هو جوانتي. معلش حقك انا غلطان. ثانيه اجيب لك واحد. لبست جوانتي يا عم شندويلي؟ يا حبيبي. يلا تعالى بص بقى انا هعمل ايه واعمل زي. حطها تخمر لو. لا استنى بس استنى. امشي معايا واحده واحده ماشي؟ ماشي. اهو طب بص انا بعجن ازاي؟ بص كده ركز اهو. بتكب العجينه على بايدي كده على العجين اهو. بروح قافله كده وبروح متك تاني. ليه؟ عشان العجين يتعجن كويس. تعرف تعمل كده؟ انت كده لابس الجوانتي يا عم شندويلي؟ ايوه والله. لا حول ولا قوه. طب اتفضل. عايز تعمل؟ اعمل كده. استنى بالراحه. ايه وبعدين شمر خمر كده. طب خلاص اهو. حلوه. انت بتعمل ايه؟ ما انت بتاكل بسوي. عجين. مش هتستوي؟ هتستوي جميل. طعمها حلو. لسه هو حاسس ان انا شغل لسه. طب لحظه خلاص. اهو. كده يا جماعه العجين بتاعنا بصوا كده. طبعا العجين بتاعنا لسه ما ارتاحش. ليه؟ بنعمل بصبعنا كده يرجع تاني. ايوه بص يا عم شندويلي لازم ايدك تعمل كده ما تطلعش تاني. حلو. انت تعرف ان العجين ارتاح اهو. حلو قوي. خلاص يا عم شندويلي ده لسه هيتسوى. كل بالهنا والشفا. سويته حلو عليه. وهنجيب دلوقتي ما هو اللي طلع من السرير. ثانيه بقى اهو. وهنحط العجين بتاعنا هنا وحط عليها ميه برضه. ثانيه يا عم شندويلي ما تزعلنيش منك. انا بحبك انت والله. حبيبي. انت حبيبي. طب ثواني بقى. بس انا تفطف. انت الشيف برضه. ايوه. هنسيبها كده ترتاح ربع ساعة مثلا وهنرجع تاني. يعني هنغطيها ونسيبها ترتاح ربع ساعة وهنرجع لكم تاني. دخلها النار. رايح فين يا عم شندويلي؟ دخلها النار. لا اصبر هنسيبها ترتاح. نغطيها ونسيبها ترتاح. ايه. استنى مش هتدخل النار كده. استنى. ما انا برضه مش هتفطف عارف الشغل ازاي. انا يا عم شندويلي سيبني بقى شوف اللي انا بعمله حرام عليك. زعل جاب لي غريب كبير زعل. بصوا كده يا حبايبي. ادي العجينه بتاعنا. بصوا كده لما نحط ايدينا في العجين ايدينا بتنزل ما بتطلعش اهو. واخدين بالكم؟ دلوقتي هنطلع العجين اهو. نشيل دي كده وهنجيب شويه دقيق ونرشهم. تقدري تفردي على زيت لكن انا بشوف ان الدقيق الطف. يعني مش محتاجين زيت في حاجه. هننقل العجين هنا وهنفرده بايدينا. على فكره انا ولد مش ست. يا عم شندويلي يا حبيبي تفردي. يعني انا بقول يا عم شندويلي فين بقى الست في الموضوع؟ ما انت ولد مش ست. ده شكل ست. انت بتقول عليا ست؟ يا عم ست ايه؟ انت ست انت راجل. انا عايز اطبخ بقى اهو. تعالى بس تعالى اترفق. ما انت مش هتريح ولا هترتاح. استنى بس. ايه. هدبك بالنشابه ده على راسك. واقف ساكت. بص كده بنفرد العجين ازاي؟ اهو. قفل. ما اتفرج عليا وتعلم. ما انا بعرف. يا عم انا عارف انك بتعرف تعمل كل حاجه. انا اللي ما بعرفش. اتعلم مني عشان اتعلم. ولا بنفرد الرمله في الغيطه. تفرد الرمله في بنفرد الرمل. بص يا عم. بصوا كده فردناه شويه وهنزود كمان شويه دقيق تاني. وريني كده هتعمل ايه؟
تسلم يا عم يا رجلي. طب بالراحه هتبوظها. طب يا عم اوعى مش هندوي. اوعى روح 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 هنشفك بالشبع على راسك. مش عاوزين نفردها زيادة عن اللازم علشان هنحط عليها الزبدة لسه. بصوا كده اهو اهو دلوقتي كده فردناها اهو. يا اسطى كريم، بص كده يا اسطى كريم، نعم يا عم سندوي. عاوز نفس حبه دقيقه عشان اقول لمدينه بس ان انا كنت شغال. طب ثانية واحدة ثانية واحدة. بص كده دي اسمها ايه؟ جبنه دي موتزاريلا. زبدة، دي زبدة مش جبنة موتزاريلا ولا حاجة. بصوا كده يا جماعة، ركز على عشان دلوقتي بنركز بقى في الفيديو. معاك يا حبيبي. بنعجن الزبدة كده في بعضها. بصوا أنا عايز أطريها عشان تطري، بنقعد نقلب فيها كده. دول حوالي ربع كيلو. كيلو دقيق بياخد حوالي ربع كيلو. هات حته. لا الزبدة دي هتبقى تقيلة عليك يا عم الشندوي، أنت أي حاجة بتاكلها وخلاص. في إيه؟ طريت معانا أهي، ساحت أهي. هنبدأ بقى أهي في إيدينا وهناخد منها حتة بحتة ونفردها كده. أهو لحد ما نفرد على العجينة كلها. بس بقى لم بقى لم. ثانية بقى. لمها. هنعمل الزبدة على الفطيرة كلها، على العجين كله، وهنرجع لكم تاني. ادي حطينا دلوقتي زبدة على الفطيرة كلها. بصوا كده ده كان ربع كيلو يعتبر خدته، يعني الكيلو الدقيق هياخد معانا قد ايه؟ ربع كيلو زبدة. طبعا الزبدة دي اسمها مارجرين. زبدة مارجرين دي زبدة نباتي مش زبدة بلدي. طب دلوقتي احنا لو عملنا بزبدة فلاحي ايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل حاجة، بس كل الموضوع مش هيطلع معاكم ورق، هيطلع مكتوم. الزبدة اسمها زبدة توريد، في منها زبدة تانية بس غالية قوي، زبدة فرنسية الكيلو منها بيعدي 600 جنيه و700 جنيه، لكن الزبدة دي ثمنها 120 جنيه. مش أحسن حاجة لكن مش وحشة. والفران كلها على فكرة بتشتغل بيها، يعني أنا مش جايب حاجة من عندي ولا مفتكس حاجة. الفران الفطير اللي انتوا بتشتروه من الفران كله معمول بزبدة زي دي. بصوا كده خلاص دلوقتي احنا حطينا الزبدة على العجين كله. بصوا كده بنبدأ نعمل العجين رول، لأن اللفة دي هي الطبقات بتاعتنا. نفضل بقى نرول في العجين كله لحد آخر نقطة. ارول شويه. رول ايه يا عم الحاج؟ يعني طب اصبر عشان يا عم الشندويل. اهو انت عارف ان الشبه اللي جنب ده انت راجل كبير وفي اطفال بتتفرج علينا، مش ينفع الناس في الاخر تيجي تقول لي انت بتقل ادبك على راجل كبير. ما تستفزنيش يا عم الشندويل. انا بحب كل التفاصيل. تفاصيل؟ طب ما هم هيكرهوني انا، هم هيحبوك انت وهيكرهوني انا. ليه؟ لان انت بتستفزني، ممكن تلاقيني خبطتك بالنشابه على راسك. مش بيحصل لي حاجه. يا عم اسكت ما تسخنيش. اهو بص يا عم الشندوي بنعمل نفضل نلف فيها كده اهو اهو. بص هنعمل العجين كده اهو عشان احنا عاوزينه رول كبير. انا شويف وانا شفطف. انت اشرح للناس. ماشي يا عم. مش تشرح لعمك شندويل، انا عارف كل حاجه. طيب اشرح للناس. ايوه وانت مش عايز تتعلم؟ انا عارف. ما انت جاي هنا ليه؟ انا جاي اوري الناس طبخ. انت جاي تطبخ. بس بص 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 على النار بقى. سوي ثانية ثانية يا عم الشندوي. هتسوي يا عم بصوا كده يا جماعة، آخر حتة دي بنروح فاردينها وقافلين بيها. ما يجيش هنا تاني يا عم الشندوي. اهو بنقفل آخر حتة دي كده علشان تطلع معانا طبقة واحدة. ونبدا بقى نقطع بالسكينه. ثانية واحدة اهو يابا، ثانية جوه ثانية الله يستر يابا، ثانية الله يستر. بصوا كده هنفردها سنة صغيرة، العصا ورجلي. حسيتش؟ نسيبها ترتاح كمان 3 4 5 دقايق بالكتير كده. هترتاح بقى عند مدينه دي. اصبر يا عم، يا عم شندويل. هترتاح عند مدينه. يا عم شندويل اصبر يا عم شندويل. الله اصبر يا عم. طب اقطعها لك. لا مش هقطعها دلوقتي، مش هقطعها دلوقتي، اصبر بس. هسيبها ترتاح 5 دقايق. انت عايز تتدخل وخلاص صح؟ عارف كده. ما انا مش بفردها. ما تعمل ايه؟ اصبر بس ثواني اصبر. ايه يا عم شندويل ايه؟ الله يستر. هنسيبها 5 دقايق وهنرجع بقى نقطعها مع بعض ونفردها. هنبدأ نفرده اهو معانا على الخامة. ماشي. وهنقطعه. العجينة اللي قدامنا دي نقدر نقطعها زي ما احنا عاوزين. انا
مثلا شايفين الصينيه دي كده؟ انا عاوز الفطيره تكون مثلا بالحجم ده وتكون حجمها كويس، فعشان كده انا ممكن اقطعها على 5 أو 6 فطيرات. ممكن نعملها على 10 على فكره لو احنا عاوزين. اهو ادي 1 2 3 4، هتطلع اكتر من 5 5 6 8. انت 4 وانا 4. بص يا عم الشندوي، انت 4 وانا 4. لا انت بص يا عم الشندوي، اصبر ثواني اصبر ثواني، تعالى بس نعلم الناس حاجه حلوه. ماشي، تعالى نعلم الناس حاجه حلوه. دلوقتي احنا معانا 2 4 6 7 8 فطيرات. انت 4 وانا 4. لا مش 4 ولا 4 ولا حاجه. بص كده بص كده، هنبدا نفلت بالطول كده. ركز على الشندوي عشان لما تيجي تعمل لمدينه، مش انت مراتك اسمها مدينه؟ ايوه مدينه يا عم مدينه. طيب بص كده اهو، وهنعملها بالعرض كمان واحده اهو. اول واحده خلصناها هنحطها هنا، شويه زيت تاني. اود على النار. لا يا عم الشندويلي، يا عم الشندويلي اصبر. هنعمل هات بقى على المكان. طب ثانيه، خدها بالراحه. طيب بالراحه. طيب بسرعه بسرعه يا عم بالراحه. خلاص برافو. ايوه. لا برافو عليك يا عم الشندويلي. بصوا كده، طبعا سيبكم اللي عم الشندويلي عمله، اوه كله هيتظبط ان شاء الله. يا عم الشندويلي، السرعه مطلوب. يا عم الشندويلي هتبوظ لنا الدنيا. طب قول للناس اشتركوا في القناه. ايوه طبعا هيشتركوا في القناه اشتركوا وشير. ازاي؟ ايه الشير دي يا عم الشندويلي انت؟ الشير دي جبنه. قول للناس بس اشتركوا في القناه. اشتركوا في القناه وادوا له جبنه موتزاريلا. طب قول لهم شوفوا الفيديو للاخر، عشان الناس بتتفرج على شويه من الفيديو عم الشندويلي ويطلعوا، وده بيخلي الفيديو يبوظ، يعني ما بيظهرش لناس كتير. هزعل منك. يعني تطلع من فيديو انت هزعل منك. ده زهق، معناه ان هو مش عاجبه الفيديو عم الشندويلي. وفي حد مش عاجبه الشندويلي ولا ايه؟ مش عارف بقى انت كلهم. لا 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 لا، محدش يطلع من فيديو، كمل للاخر عشان تعمل فطير لمدينه مرتك. دلوقتي بصوا، ده اول واحده هنا، هنروح جايبينها نص كده وكمان نص كده، وبعد كده هنروح بصوا قافلينها زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنروح لافين. احنا عايزين نقفلها من هنا كده كويس. خلاص اهو، شويه زيت علشان نفصلها عن بعض، وهنرصها. اللي بعدها زي ما عملنا في اول واحده هنعمل في تاني واحده اهو. اهو بص يا عم الشندويلي، والتالتة برضه. بص يا عم الشندويلي، بص يا عم الشندويلي، تعالى معايا. بص كده اهو، قفلناها النص وبعد كده رحنا قافلينها كده 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 اهو. حلوه دي حلوه. طب دول اتنين في بعض، دول اتنين في بعض، ما تبوظش حاجه يا عم الشندويلي. ابوظ عيب يا ابني. اهو بصوا يا جماعه، والله العظيم انت شاطر يا عم الشندويلي. بالراحه بالراحه بالراحه. طب خلاص، انت بتعمل ايه؟ بعملها كوره. يا عم اوعى، يا عم اوعى، كل حاجه بتعملها صح وتيجي تبوظها في الاخر. بص الفتحه تحت اهي. والله العظيم انت شاطر، بس يعني صعبه انت يا عم انت كده ازاي؟ ليه؟ لا انا مش حاسس كده ان انت من زمان. انت في حاجه غلط. لا الله يخليك، الله يخليك. طب روح هتهد البيت يا عم الشندويلي. شغال. طب اوعى خلاص بقى، سيبني بقى اقول للناس كلمتين عشان خاطري. طب اصل ده بيجي عشان ندين. اهو الله يخليك. اهو بصوا يا جماعه، اهو الموضوع سهل خالص. بنقفلها، وما تزعلوش يا جماعه من عم الشندويلي، والله ده راجل سكره، بس هو ايه، حب يشارك معانا النهارده كده، هو طلب مني انا ما بحبش ازعله بس. بص لي كده واتعلم بابا. حاضر حاضر، اتفضل يا عم الشندويلي. ماني من عصدك ايه؟ ماشي اتفضل. اهو 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 وعلى الهادي. اه على الهادي، بالراحه بالراحه يا عم الشندويلي.
مرة. يا دكاتو. يا حركات. وزي ما انتوا عارفين ان الكور لازم تبقى مبرومه حلوه. مرة. شاطر يا عم الشندويلي، برافو عليك. روح روح بقى. شاطر. لما نخلصها هنبعت لك ونديك منه. وهنسيب العجين ده يرتاح. بصوا انا قلت كلمه يرتاح كذا مره، لان راحه العجين هي كلمه السر في الفطير. نغطي بالعجين ونسيب العجين بقى كمان مره ربع ساعه. ليه؟ عشان لما نيجي نفرده يتفرد معانا بسهوله ويبقى مرتاح كده. وندخل بقى النار بالكيس. لا مش هندخل النار بالكيس يا عم شندويلي، بس هنسيبه دخل يرتاح. النار. هنسيبه يرتاح. خلاص؟ ماشي. حرام عليك يا عم الشندويلي والله. بصوا كده العجين بتاعنا كده ارتاح ولزلز. بصوا كده اهو مفيش رجوع. خلاص كده العجين كده بقى معانا 100%. هنركن الصينيه دي على جنب وناخد قطعه ونحط شويه زيت هنا اهو وندورها كده اهو. هنفرد بالراحه بالطول الاول وبعد كده هنشيل العجين. بتعمل ايه يا عم الشندويلي؟ بلبس يا باشا، بلبس يا حبيبي. ماشي يا عم. طريقة زودها ميه. طب وسع لي شويه، البس براحتك على مهلك على جنب يا عم الشندويلي. حاضر حبيبي. هزود ميه ايه؟ بصوا كده يا جماعه اهو. هندي حته زيت كمان علشان الفكره معانا تبقى حلوه. بصوا يا جماعه ده سمك العجينه، ده سمك العجينه اهو تمام. وهنجيب صينيه وسع من الشندويلي، وسع من الشندويلي. وادي الصينيه بتاعتنا اهي. شويه زيت على الوش اعمل واحد. علشان يريح لنا. واحدة يا حبيبي. عايز يا عم الشندويلي؟ عايز اعمل واحد. يا عم الشندويلي انت النهارده كرهتني في عيشتي. الله يخليك. الله يخليك ايه وانا بشكر فيك. الله الله يخليك. اهو. بص طب بص الاول عشان بس ما نطولش على الناس، عشان انا هعمل الفطيره ده بس قدام الكاميرا عشان الوقت. ركز بقى معايا كده. بص انت كارهني. حطينا شويه زيت. ايوه بصراحه ماشي. حطينا شويه زيت اهو. فطيره حطيناها هنفردها بالراحه كده اهو، نخليها دايره. وبعد كده هنجيب النشابه. بص نفردها شويه. ركز معايا ركز معايا ركز معايا. اشرب. هخليك تعملها. ده زيت. استنى. ده زيت. اشرب. يا عم ده زيت. تشرب ايه؟ يا عم مش هندويلي وانت طفل رضيع. في ايه الحركات اللي انت بتعملها دي؟ الله يخليك. الله يسامحك. اهو وروح جايبينها كده واخدين شويه زيت عشان ما تلزقش معانا. بتحط زيت ليه يا حبيبي؟ انت عشان بتحط يفصل يا ليه؟ عم الشندويلي، عشان ما تلزقش في الرخام. اهو زي البن. زي الالبان. كده اهو. ما تخلوهاش رقيقه زياده عن اللازم وما تخلوهاش تخينه. اهو هات طبعا كده يا عم الشندويلي. خد يا حبيبي. ادي الصينيه اهي. خد كمان واحدة. بس خلاص خلاص. خد. هصب لك. لا ثانيه تصب لي. هو شاي نفردها ونظبطها في الصينيه وناخد سنه زيت. ركز على الشندويلي ماشي. ايوه. اهو الزيت ده بيعمل ايه؟ افعكوا بقى. يخليها ناعمه. افعكوا حلو. الوش فعكته. يعني فعكوا على الشندويلي. افعكوا يعني كده اهو. طب قول للناس اشتركوا في القناه وشوفوا الفيديو للاخر. طبعا ما هيشتركوا يا حبيبي. ما هو محمول. واحدة بقى. عشان الكلمتين الحلوين دول هخليك تعمل واحده. يلا يا عم. اهو اي بص. خد مكمل الفيديو للاخر. بص على الشندويلي اهو. عايز العجينه اهي. يلا انت اعملها بس استنى. انا عملت كده. انا عملت كده الاول. فردتها الاول بايديا. فردها بايدك شويه. بتعمل ايه؟ بوظتها. الله يهدك يا عم الشندويلي. بس ثانيه اعمل بالراحه يا عم الشندويلي. هو عافيه. مرة. شغلانة. اتفضل. خد بالك انت هتكون بالزيت بس. ثانيه واحده. خد.
انت كده بوظتها يا عم الشندوي، بجد والله بوظتها. ايه يا حبيبي انت لا هتعرفني؟ ما كده غلط، ما كده مش هتفرد معاك وتعمل معاك ورقات كتير. ما انا صغير. مش انا وريتك كذا مره؟ شفتوف يعني. اهو كده انا لازم اعمل ايه بقى؟ علمها تاني عشان انت عملتها غلط. عملها لك تاني. وده يا جماعه يفهمكم ان احنا لازم نمشي على العجين بالراحه علشان يتفرد معانا. للاسف عم الشندوي بوظ ديت، هنركنها على جنب دلوقتي ترتاح ونعملها في طب الاخر. خلينا نجرب فيها كمان. لا ما خلاص يا عم الشندوي خلاص. وبعدين عشان ما نطولش على الفيديو ماشي اهو، هنعمل شويه زيت وهنفرد. وسع يا عم الشندوي. افردها؟ لا وسع وسع افردها؟ وسع يا عم الشندوي. انت تعالى اقف جنب اتفرج اهو. هنلفها شويه اهو، الموضوع سهل خالص. وافرد كمان. ما هو مش ينفع نفردها جامد، عشان لو فردناها جامد مش هتبقى مورقه معانا، هتبقى عامله زي العيش. عايز تاكل عيش ولا فطير؟ اي حاجه من البطن. هو اي حاجه وخلاص. احنا بنعمل دلوقتي ايه، فطير ولا عيش؟ هات سمنه هات سمنه. فطير ولا عيش؟ طب ما العيش هو الفطير. لا يا حبيبي مش العيش هو الفطير ولا حاجه. ودي برضه هناكله بعسل ولا بجبنه؟ يا عم كل ان شاء الله تاكله حياف. وحد قال لك انت تعمل ايه؟ طب انا عايز اعمل واحد. لا خلاص كده. دلوقتي يا جماعه احنا هخلص دول طب افرد لك ازاي؟ وهنسويهم ثانيه بقى عشان اقول كلمتين مهمين ماشي. وهندخل الفطير ده الفرن على درجه حراره 250 لو انت عندك درجه حراره. ما عندكش درجه حراره سخن الفرن كويس جدا. وبعد كده اول ما تدخل الفطير اطفي النار من فوق. وبعد كده حطي الفطير في الرف اللي في النص، هتلاقيه بعد 5 دقايق رفع معاكي خالص. لو حبيتي تشغلي الفطيره ما بتاخدلهاش اصلا 7 دقايق في النار. لو حبيتي تشغلي النار بس تاخد من فوق كده تشميعه شغليها، غير كده خلاص. هنعمل الفطير ده اهو، هندخله النار نرجع مع بعض نشوف احنا عملنا ايه. استنوا بصوا كده، ده الفطير بتاعنا بعد ما استوى. بصوا الجمال، شايفين الجمال والعظمه؟ بصوا عامله ازاي من تحت مستويه ومن فوق مستويه وطريه وهشه. بصوا مورقه ازاي، جميله قوي قوي قوي. دلوقتي احنا خلصنا الفيديو بتاعنا، جربوا الطريقه بتاعتنا. والفيديو رايح فين يا عم الشندوي؟ وريني الشغل بتاعي. الشغل بتاعي ايه دي؟ انت عملت ايه بس؟ حلو الشغل بتاعي. انا مش ايه رايك في الفطير يا عم الشندوي؟ بص كده حلوه 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 خالص. حلوه انت خالص. بتنافقني عشان اديك واحده ببلاش؟ يا بتديني واحده بس. ما انت عايز كام واحد؟ مش اللي عامله. طب شوفوا بس اللي هدوه كده يمكن ما يعجبكش. تجيله. ايه اللي حلوة تجيله خفيفة. بالكيلو يا عم الشندوي؟ خفيفه وتجيله حلوه حلوه. ماشي دوق كده وقول لي رايك ايه؟ فين الجبنه؟ يا عم دوق حاف معلش المره دي حقك عليا. طب استنى عشان ادوق. هتعمل مش ده اهي. اهي ده اهي. ايه يا عم الشندوي في ايه؟ عشان هتعمل حوارات روح. هات يا عم الشندوي روح. مفيش هدوق. فطير. هتدوق ايه؟ اهو بصوا كده يا جماعه. بصوا لا. لا يا حبيبي. بصوا جمال. بص يا عم الشندوي دوق كده الحته دي كده بالراحه يا عم الشندوي للناس. قول للناس اشتركوا في القناه. اشتركوا. بالاهلا والسهلا يا جماعه، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.